الاهلي بيفوز على مازيمبي 3-0 في استاد القاهره في لقاء العوده عشان يضرب موعد ناري مع الترجي في ماتش النهائي للماتش الذهاب هناك في ارض تونس، والعوده هنا في استاد القاهره في شهر 5. ليه النهائي ده نهائي ناري ونهائي تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي اكتر؟ ليه؟ لان هو النهائي الخامس للاهلي تواليا في اخر 5 سنين، 5 سنين تواليا النادي الاهلي في النهائي، وده النهائي السابع للاهلي في اخر 8 سنين. في اخر 8 سنين الاهلي 7 نهائي، وده الخامس تواليا في اخر 5 سنين، ده الخامس نهائي الخامس تواليا، وده النهائي ال 17 في تاريخ النادي الاهلي، خدت منهم 11 بطوله. يبقى في اخر 5 سنين ده الاهلي طلع نهائي 5 مرات ورا بعض، وفي اخر 8 سنين طلعت نهائي 7 مرات، يعني موسم واحد بس اللي ما طلعتش فيه نهائي. وده النهائي ال 17 للاهلي تاريخيا، النهائي ال 17 تاريخيا خدت منهم 11 بطوله، يعني خسرت بس 6 مرات في النهائي. عشان كده هو نهائي تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. واللي فيه ارقام كتير، النهائي ده فيه ارقام كتير كتير كتير، في ارقام، ونص النهائي ده برضو فيه ارقام كتير. علي معلول في ارقام. علي ماذا سنفعل بعد علي؟ يعني احنا اللي نعمله بعد علي، يعني الجيل اللي ما حضرش علي ده معلول في تشجيع الاهلي هيعمل ايه؟ او احنا كنا بنعمل ايه قبل علي؟ ايه الحياه؟ احنا ما كانش عندنا حياه قبل معلول حرفيا. جبل الشمال ما كانش فيها حياه قبل معلول، وما بعد معلول مش هيبقى فيه حياه، مش هيبقى فيه حياه، ما فيش حياه، ما عندناش حياه. خلاص نشوف لنا حياه بقى حرفيا. ما الدنيا يعني الاهلي هيبقى تاريخيا ما قبل معلول ما بعد معلول، في حقبه في النص كده بتاعت معلول، ده تفرق جدا في تاريخ النادي الاهلي حرفيا، وفرقه جدا في تاريخ النادي الاهلي. يبقى بعد كده في حقبه اسمها علي معلول، ما قبل وما بعد، افتر وبيفور علي معلول، حرفيا في حقبه زمنيه كده تاريخيه مع النادي الاهلي اسمها علي معلول. هنعمل ايه بعديه؟ وكنا عايشين ازاي قبليه؟ هنعمل ايه بعد علي؟ احنا مش عارفين حرفيا، مفيش حياه بعد علي، احنا مش عارفين هنعمل ايه. المفروض علي يقعد اكتر وقت ممكن في الملاعب، ان احنا مش عارفين بعد علي هنعمل ايه حرفيا. مفيش بقى حد هيعوض عليه في اي حاجه. الجون التاني يثبت لك حاجه زي كده. الجون الاولاني دي ماركه عبد المنعم المعروفه، بس الجون التاني يثبت لك حاجه زي كده. ولولا فينش وسام ابو علي التاريخي ما كانش الجون دي او كانش الاسيست يقابل لي لازمه. فينش وتحرك واستعداد للجون واستعداد ووضعيه وتشريح جسم، كل حاجه تاريخيه. المهاجم الاول والاخير للنادي الاهلي هو وسام ابو علي. ونتكلم في حاجه اخيره، مصطفى شوبير اكتر حارس في تاريخ دوري ابطال افريقيا حفاظا على شباكه، اكتر حارس في تاريخ دوري ابطال افريقيا كلين شيت مصطفى شوبير يستاهلها. شوف من ايه لايه، سبحان الله، من واحد دكه حبيس الدكه فتره طويله بالمواسم، لواحد اكتر محافظه على نظافه شباكه وكلين شيت في تاريخ دوري ابطال افريقيا. 7 ماتشات الى الان ما دخلش فيه ولا جون، ما دخلش فيه ولا جون، عشان ربنا بيحبه. حتى الجون اللي دخل فيه النهارده جون برضو لمست ايده كده، والحكم لغاه والفار لغاه. فماتش تاريخي النادي الاهلي، ماتش تاريخي بجمهور باكتر من 60 70 80 الف واحد ممكن، بجمهور بكل حاجه، ماتش تاريخي وليله تاريخيه وسهره عظيمه مع النادي الاهلي. فيها حاجات كتير، فيها ارقام زي ما قلت لكم، فيها كمان علي معلول. مش عارف، انا زهقت من الكلام على علي، مفيش كلام اتقال في علي بعد كده. وسلام.